معايا ومعاكم النهاردة عملنا فيديو جديد من قناة ايمي والعائلة. تعالوا كده نشوف الجمال ده عملناه ازاي. من بيضة واحدة وشوية دقيق حلينا قصة الفطار وحلينا قصة العشاء وجوع اخر الليل. ما تيجوا بينا كده نشوف الفيديو بتاعنا هيدور عن ايه وعملنا الجمال ده ازاي وازاي طلع بالطراوة والجمال واللون اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده فاخر ومن الاخر. ما تيجوا يلا نبدأ ونشوف عملنا الطريقة بتاعتنا دي ازاي ومقاديرنا كانت ايه وعملنا ايه وحطينا ايه وشلنا ايه، ده كله هنعرفه بمتابعة الفيديو. يا ريت كده فضلا وليس امرا لو انت اول مرة تزوريني على قناتي الاشتراك وارفعي الفيديو بلايك، ولو انتم من المتابعين الجمال اعملي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر كمية من المشاهدين، لان بجد النهاردة الفيديو بسيط وسهل وسريع وعلى قد الايد. وعايزة اقول لكم حاجة كده، لوز اللوز زي ما انتم شايفين، فيلا كده تابعوني واوعوا تجروا الفيديو لان فيه اسرار وفيه مفاجآت كتير هتشوفوها خلال الفيديو. ممكن خلال الدقيقة او الثانية اللي انت سرعتي فيها الفيديو يفوتك حاجة مهمة جدا. تيجي تطبقي الوصفة تبوظ منك. هو انا شايفه ان الفيديو يعني مش مدته كبيره ولا حاجه، الفيديو كله على بعضه 10 دقايق، فعشان كده بقول لك اسمعي الفيديو لحد الاخر. انا بقول لك من بدايه الفيديو عشان ما يفوتكيش اي معلومه من المعلومات اللي هتشوفوها معايا النهارده في تطبيقي للوصفه دي. بجد وصفه ممتازه جدا، وعايزه اقول لكم ان بشويه دقيق وبيضه واحده وميه، ولا قلت لكم هاتوا لبن ولا اي حاجه خالص، عملناها بميه وشويه دقيق وبيضه واحده هتحل لك قصه الفطار وقصه العشاء وجوع اخر الليل. فيلا بينا نبدا كده ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض الجمال ده اتعمل ازاي. خطواتنا هتكون بسيطه جدا ومقاديرنا هتكون اسهل، فيلا بينا نشوف المقادير مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي، نبدأ الفيديو بتاعنا ومقاديرنا بتكون كالآتي. أول حاجة الأول نسمي ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المقادير بتاعتنا عبارة عن كيلو دقيق، نص معلقة من البيكنج باودر، وأنا كاتبه لكم كل المقادير على الشاشة. نص معلقة من البيكنج باودر عليهم رشة ملح، ونقلب كل المقادير بتاعتنا الجافة مع بعض ونركن كده على جنب. أنا عايزة أقول لكم هنا كوباية مية الدافية أنا ضفت عليها الزبادي وضفت عليها السكر، والزبادي هنا كان كوباية صغيرة من الزبادي واربع معالق من السكر، ومعايا هنا بيضة ونص كوباية من السمنة لو هي بالكوباية الكبيرة. بالكوباية الصغيرة دي تبقى كوباية صغيرة من السمنة. دي كل مقاديرنا، أيوة دي كل المقادير بتاعتنا. هنا بقى بتكون دي الخطوة المهمة زي ما احنا متعودين في فيديوهات المعجنات. معلقتين كده من الدقيق ونص كوباية من المية وعليهم قطعة خميرة بيرة في حجم عين الجمل أو كيس خميرة فورية. هنقلبهم كده مع بعض ونغطيهم حوالي 10 دقايق، ودي بتكون أهم خطوة. نيجي بقى للمكونات الجافة بتاعتنا اللي هي كانت عبارة عن دقيق ورشة بيكنج باودر ورشة ملح. هنقلبهم مع بعض ونبتدي نضيف عليهم بواقي او بقية المقادير اللي هي بقى نص كوباية السمنة. وممكن ان انت تستبدلي السمنة دي بالزيت، او ممكن تحطي نص سمنة ونص زيت عادي جدا، اللي موجود عندك ومتاح عندك اشتغلي بيه. طبعا هنا ضفنا البيضة وضفنا السمنة، وهنبتدي بقى ان احنا نحط الخميرة بتاعتنا اللي احنا سيبناها 10 دقايق على جنب، ونبتدي ان احنا نعجن بقى العجين بتاعنا كويس جدا كده. وكل ما تخدمي العجين كل ما يديكي نتيجة افضل واحسن في الاخر. بصوا هنا انا فضلت اعجن فيها لحد ما هي لمت خالص اهي من البولة وبقت تمام التمام. لتاني مرة بقى بقولها لكم، كل ما تعجني العجينة كويس وتخدميها كل ما تديكي في الاخر نتيجة كويسة جدا، ده شرط اساسي. بصوا بقى خلاص انا عجنتها كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا اغطيها واسيبها حوالي نص ساعة، لان الجو حر جدا، فنص ساعة كويس جدا ليها. العجينة بتاعتي بتكون بالليونة اللي انتوا شايفينها دي كده تمام. بعد نص ساعة بقى نلتقي مع بعض. بصوا هنا انا للأمانة فضلت ساعة لاني كنت مشغولة في حاجة تانية، يعني هي فضلت ساعة عشان اقول لكم نبقى كده ما بيننا وما بين بعض مصداقية ونكون امنا مع بعض. هي فضلت ساعة. هنبتدي بقى ناخد العجينة بتاعتنا، ومش مش معنى ان هي فضلت ساعة ان هي خلاص كده، لا،
هي شغالة معاكم وانتوا شايفين في اول الفيديو كانت طالعة شكلها جميل جدا. هنبتدي بقى المهم ان احنا نقطع العجين بتاعنا كويرات زي ما انتوا شايفين في الحجم ده معقول جدا ومظبوط. هقطع العجينة وهرجع لكم تاني بعد ما خلاص قطعت العجينة بتاعتنا. واللهم بارك الكيلو بتاعنا بيرمي شوية حلوين او بيدينا شوية حلوين. بصوا بقى بعد الخطوة دي مباشرة لازم تستريح العجينة 10 دقايق عشان ان هي تفرد معاكي بكل سهولة. هنا انا ما سبتهاش ان هي تستريح، انا اشتغلتها على طول. هفرد معاكم واحدة ولا اتنين كده اوريكم الخطوة اللي بعد كده هتكون عبارة عن ايه. بجيب صينية كده وابتدي ان انا ادهنها مادة دهنية اللي هي سمنة. انا شغالة بالسمنة وهبتدي برضو افرد الكويرة بتاعتي بالسمنة زي ما انتوا شايفين كده، واقوم لفاها اللفة اللي انتوا شايفينها دي بكل سهولة. تعالوا اعمل معاكم كمان واحدة عشان تبقى واضحة جامد لكم. ندي مادة دهنية وطبعا ايديكي مدهونة بالمادة الدهنية. بعد ما فردناها بقى الخطوة دي اختياري، حابة ان انت تعمليها ان انت ترشيها بالسكر كده، مش حابة عادي جدا. هنبتدي ان احنا نلفها زي ما انتوا شايفين كده رول، وبعد ما نلفها رول نبتدي ان احنا برضو نفردها كويس. وطبعا لازما اخر الرول لازما نحطه تحت العجينة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده عشان ان هي ما تفتحش. بصوا بقى الاولانية اللي احنا عملناها سادة رشينا على وشها من فوق سكر. هعمل بقى الكمية دي كلها وهرجع لكم تاني، استنوني فاصل ونواصل. بعد ما انتهينا من المرحلة الثالثة زي ما انتم شايفين كده، المرحلة الأولانية كانت العجين، المرحلة الثانية كانت التقطيع، المرحلة الثالثة كانت الفرد. نخش بقى على المرحلة الرابعة وهي ايه؟ طبعا انا عايزه اقول لكم في ناس بتدهن الوش بصفار البيض. انا مش بحب كده، انا الصراحه بحب ان انا ادهنه بالزبده الصفراء او اي نوع بقى زبده عندك ومتاح عندك اشتغلي بيه. بس انا بحب ان انا ادهنها بالزبده الصفراء، بتطلع لون المعجنات جميل جدا. وعن تجربه زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو. دخلي بقى المعجنات بتاعتك في الرف الوسطاني على درجه حراره 200، لازم درجه الحراره تكون 200 عشان تطلع معاكي منفوخة ومورقة زي ما انت شايفة كده. وعايزة اقولك شوفي اللهم بارك بجد حاجة كده فاخر ومن الاخر. شايفين اللون، شايفين الجمال ده كله من دهنة الزبدة. وعايزة اقول لكم ولا بقى ولا صفار بيض ولا اي حاجة خالص، انا مش بحبها خالص الصراحة. هي الزبدة وبس هي اللي بتدي اللون بتاع المعجنات، بتخليه بجد روعة. فيلا بقى اعملوا الطريقة كده وقولوا لي رأيكم فيها ايه. بجد حاجة كده فاخر ومن الاخر. يلا بقى حلنا لكم قصة الفطار والعشاء وجوع اخر الليل. بصي بقى يا ست الكل، عايزة اوضح لك حاجة كده بخصوص التسوية. لو هي ما اخدتش معاكي اللون الجميل ده بتفتحي لها الشوايه حوالي دقيقه او دقيقتين لحد ما تاخد معاكي اللون الجميل ده. لو انتي الفرن بتاعك مش بيشتغل فوق وتحت زي الفرن بتاعي تماما، انا الفرن عندي بيشتغل تحت بس وفوق لوحده. فعشان كده بدخلها فرن الاول درجة حرارة 200 زي ما قلنا لحد ما تستوي تماما. ولو احتاجت ان هي تاخد معايا وش كده بفتح لها الشواية قيمة دقيقة او 2 بس كده. وورا ما تخرج على طول من الفرن بديها بقى كده بخاخة مية بخة او 2 واغطيها وتفضل معايا طرية جدا. انا عايزة اقول لكم هنا بقول لكم انا خدت الدمغة من الفرن، يعني الفرن لازما ما اعملش فيها اي حاجة الا لازما لما يلسعني بس كده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلاص انتهى. يا رب اكون قدرت افيدكم وتكونوا خدتوا بالكم من كل معلومة قلناها. يلا بقى اسيبكم على خير واشوفكم بخير في فيديو قادم. لكم مني احلى تحية واحلى سلام.